السلام عليكم. الحقي بقى خزنيها وهي عاقلة ورخيصة ومالية السوق. حمرا قوي الطماطم اليومين دول وتشجعك انك تخزنيها لرمضان. بصراحة بقيت بستغرب من نفسي جدا اني بقيت من اكتر الحاجات اللي بتطمني وبتريحني في البيت ان الاقي كام كيس خضار كده مفرزاه. ومن اكتر بقى الحاجات اللي بتسهل عليا الطبخ هي الصلصة. حرفيا الصلصة بتخلي الأكلة مش بتاخد في إيدك لا وقت ولا مجهود. تنفع جدا في وقت الزنقات والعزومات وخصوصا في رمضان. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ونشوف معايا إيه. جبت بقى هنا الطماطم، هاتي المقدار اللي يكفيكي. أنصحك زودي مش بتخسر. باجيبها اغسلها كويس جدا ونقعتها في ميه بخل زي ما انت شايفه. غسلتها حلوه قوي، شلت الحته اللي من فوق اللي بتبقى تحت العنقود دي. وجيت من تحت قطعتها كده 4 تربع. حطيت في كل حلة من دول تقريبا 10 كيلو. عليهم 4 5 قرون من الفلفل الأحمر البلدي. بقطعه كده وبشيل كمان الجزء الأبيض اللي بيبقى جوه جنب البذور دوت، يعني بشيل البذر. واشيل كمان الحتت البيضة اللي جوه عشان ما تبيضليش لون الصلصة. حطيت نص كوباية من السكر على كل حلة. وحطيت نص بنجراية، ما تكتريش قوي في البنجر، انا حطيت تقريبا 3 4 شرايح كده بس من البنجر في كل حلة على 10 كيلو. وحطيت نص كوباية من المية ونص كوباية من السكر. المية هنا بس تمشي للحلة عشان ما تتحرقش، او الطماطم بتاعتي ما تتلسعش لحد ما تبتدي بس تنزل ميتها. سبتها بقى لحد ما استوت معايا الطماطم، لحد ما شفتيها كده. وبعدين ضربتها بالهاند بلندر زي ما انت شايفة. الحلة الصغيرة دي انا كنت شايلة كيلو طماطم لوحده كده. هعمله كاتشب. هعمله بكاتشب بطريقة حلوة جدا هتعجبك بإذن الله. هنا بعد ما ضربت بقى الطماطم، ببتدي اصفيها. بحب اصفيها من البذر والقشر. كده مهما قعدت معاكي في الفريزر بتضمني ان هي بتفضل محافظة على لونها. صفيتها كويس جدا زي ما انت شايفة كده. وطيت عليها النار وسبتها تتسبك. هنا بقى بعمل صلصة حلوة جدا هتسهل عليكي كتير. حطيت حبة كده حلوين من الزيت، معلقتين 3 سمنة. معايا 7 بصلات كبار مقطعاهم وورق لوري، ورشتهم كمان معلقة كده من الفلفل الأسمر. وسبت البصل معايا لما احمر. نزلت عليه براس توم كبيرة حوالي معلقتين كبار من التوم المفروم. اخد لون حلو. نزلت عليه بالصلصة. خدت تقريبا نص مقدار الصلصة، جهزتها بقى زي ما انت شايفة كده. هحط عليها معلقة كبيرة من كل البهارات اللي بحبها وبحب طعمها في الصلصة. حطيت معلقة كبيرة من الفلفل الاسود، والشطة والكمون والكزبرة والبابريكا. حطيت كمان توم بودرة وبصل بودرة. حطيت 7 بهارات، حطيت مكعبين من المرقة. وحطيت معلقتين من الملح. معلقة كبيرة من السكر. هديت النار وقلبتها الصلصة دي وسبتها بقى تتسبك. هتسهل عليك حاجات كتير جدا. عايزة مكرونة يا دوب خدت كده كوباية من مية سلق المكرونة. فردت بيها بس المكرونة كده عن بعضها. ورحت حاطة عليها حبة الصلصة. ووطيت عليها النار، سبتها 3 4 دقايق مع بعض. بقى معاكي احلى حلة مكرونة واحلى طبق مكرونة في ثواني. هنا اي طبخة هتطبخيها تبقي انت هتحسي بالمتعة كده كأنك بتلعبي، انت مش هتعملي اي حاجة غير تفكي اكياس من بعضها. يعني انا فكيت هنا كيس الصلصة تاني يوم. بصي الطبخ سهل جدا. فكيت يا دوب كيس الصلصة اللي هي الجاهزة معايا اللي بالطماطم والبصل وبكل حاجة. فكيته في الحلة. نزلت عليه اول ما فك كده، نزلت عليه على طول بالبامية دي كنت مفرزاها معاكم قبل كده على الصفحة. وبعدين سبتها غلت 5 دقايق، نزلت عليها باللحمة والشوربة. مكعب مرقة سبتها تستوي وعملت الطشة كده، معلقة كبيرة من الثوم في معلقة سمنة. وعليها رشة كده من الكزبرة بسيطة خالص بحطها في الآخر. وقلبتها بقى على بعضها وكده معاكي الطبخة في 5 دقايق. انت حرفيا هتكوني مخلصة أي خضار معاكي في 5 دقايق. ينفعك جدا بقى وقت زنقة، وقت عزومة في رمضان. الصلصة دي أنا بحب أجهزها جدا جدا لرمضان. بتسهل عليا كتير جدا. هنا ممكن كمان تحطي البامية دي في طاجن وتخليها تاخد وش في الفرن. يبقى طاجن بامية تحفة، عاملاه معاكم قبل كده على الصفحة. لو حابة تشوفي الطريقة ممكن ترجعي للفيديو. جربي الصلصة بطريقتي. بإذن الله هنزل لكم طريقة الكاتشب الفيديو الجاي. حبيتش أطول عليكم أكتر من كده.
هاعمله معاكِ الكاتشب بطريقتين حلوين جدًا، مش هتفرقيه عن اللي تشتريه من برّه. هنا باسيب الصلصة بتاعتي بعد أمّا تتقل بقى وتاخد القوام اللي أنا عايزاه، باسيبها تبرد خالص وابتدي أكيّسها كده في الأكياس زي ما أنتِ شايفة. عايزة بقى تكيّسيها في أطباق، في علب، في أكياس، أنا باحطها في أكياس كده وبارصها في الفريزر، مش بتاخد معايا أي مكان. دي كده الصلصة السادة اللي من غير أي إضافات، وحطيت كمان الصلصة اللي هي بالبصل كيّستها برضه معاها، مش بتاخد معايا أي مكان، هتنفعِك جدًا. ودوّة حطيت الكاتشب بقى. بإذن الله الطريقة هتعجبِك، جرّبيها هتنفعِك وتفيدِك جدًا. ولو عجبتِك بقى وصفة النهارده يا ريت ما تنسينيش في اللايك والشير ومتابعة للقناة عشان يوصلك منا كل جديد، وتعليق لو بحرف عشان يرفع الفيديو ويوصل لأكبر عدد ويستفيد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.